كارلوس تشاما اللي يعتبر الهداف رقم واحد بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي. خضروف يمشي الكره في الجهه اليمنى، يتابع اللاعب وليد الكارتي، هذه عرضيه يا تشيسوم، يا تشيسوم، هذه كورتك يا تشيسوم يا شيكاتارا. هنا مباغته من وليد الكارتي، وبعد ذلك شوف الحارس والصعوبات الكبيره التي وجدها جاكو باندا. القناص تشيسوم شيكاتارا كاد ان يضع في الشباك. هذه الاعاده مره اخرى، صعوبه في الاستحواذ على الكره، وتشيسوم مشى للكره لكن في نهايه المطاف باندا يستخلصها. باندا على مرتين، هنا يتمكن من هذه الكره. كره كانت سهله لكن هنا باندا كاد ان يرتكب خطا فادحا. مهم جدا استغلال الارتباك اللي يحصل في بعض الاحيان بالنسبه لدفاع زيسكو يونايتد وكذلك الحارس المرمى جاكوب باندا. قلت هذا الكلام قبل لحظات، قوه زيسكو في الهجوم ولكن عنده مشاكل في الدفاع، خاصه في محور الدفاع اين يتواجد اللاعب ادام بان وسيلين بوا. اليوم زيسكو يونايتد يلعب بال4-4-2، اولوا فيمي وادام بان وسيلين بوا وتشيكاندو، هذا هو ربع الدفاع. وسط الميدان بومبو نوتونغا واوديونبو وموانزا، بينما الخط الامامي وجود الثنائي جاكسون وموابي. ولكن قلت مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس بان زيسكو يونايتد في حاله تحول الهجوم يصعد اكبر عدد من اللاعبين، وهذا ما يخلق مشاكل كثيره على الوداد ان يستغل. زيسكو ما يخوفش حتى هذه اللحظه مع الانضباط مع التمركز الجيد للاعبي فريق الوداد. تمشي كره جريمه مرت عليه كيفات، خطيرة وخطيرة جدا. برافو محمد عقيد، يا سلام عليك يا عقيد. هذه الأولى لزيسكو، الإنذار الأول لزيسكو وتفاعلات الجماهير الزامبية. شوف الخطأ على الجهة اليسرى، مشات بهذه الطريقة، مرت عليك يا رابح غير معقول، مرت عليك يا رابح غير معقول يا حسن الحاد. مشات للركنية، جول جول أول لزيسكو. تيامبو نعم يمنح الافضليه لفريق زيسكو. خطا فاد على مستوى المراقبه هنا في منطقه الجزاء، وبالتالي الافضليه زامبيا في الدقائق الاولى، نعم في الربع الساعه الاولى من عمر هذه المباراه. الركنيه نفذت، سنتابع الاعاده مره اخرى. شوف مرفوعه الكره، وهنا شوف التمركز لم يكن بالجيد والمراقبه لم تكن حاضره. وحده اوديامبو انسل وسط المدافعين، وبعد ذلك المتابعه براسيه في الشباك الوداديه. 1-0 تتغير النتيجه مشاهدينا الكرام. حتى محمد عقيد يتحمل المسؤوليه لانه لم يخرج. كان على عقيد ان يخرج، كان على عقيد ان يخرج في هذه الكره. نعم عقيد حارس المرمى كان عليه الخروج لقطع الزامبية المغربية. أفضلية للمغاربة حتى على مستوى المنتخبات. أكيد نتذكر وإياكم العديد من المباريات اللي خاضها المنتخب المغربي مع زامبيا. هنا كرة خطيرة مرة أخرى، حالة ارتباك، هنا عدم توازن في خط دفاع فريق الوداد البيضاوي. قلت المشكلة الكبيرة الآن اتضحت بالنسبة للوداد البيضاوي، هي الجهة اليسرى. لم تتابع يا السعيدي، لم تتابع هذه الكرة يا السعيدي. هنا كرة ساقطة، عقيد تقديره لم يكن جيدا، والسعيدي تباطأ أمام المهاجم الزامبي. واضح بأن الوداد سيتعذب كثيرا في هذه المباراة، واضح بأن الوداد سيتعذب كثيرا في هذه المباراة. وحقيقة فاجأني الويلزي جون توشاك بتغيير التشكيل بنسبة تكاد تفوق 50%. هل هذا الأمر معقول أم لا؟ الحكم لكم مشاهدينا الكرام. طبعا الحكم ربما يتضح مع مرور دقائق هذه المواجهة، ولكن واضح بأن هناك خللا على مستوى التغطية الدفاعية. شوف مرة أخرى يخرج عقيد أمام اللاعب مبومبو من المدرب الويلزي جون توشاك. كم تمنيت أن يلعب توشاك بنفس التشكيل الذي خاض اللقاء السابق أمام السيك ميموزا. ومرة أخرى اللاعب مبومبو أمامنا كاد يباغت الحارس محمد عقيد. شوف مرة أخرى
ننتبه بأن محمد عقيل متقدم بعض الشيء هنا. تعامل مع كما جاءت اللاعب بومبو بالراس، يتفوق هنا على يوسف رابح. غير معقول، غير معقول. شوف هنا يعني نفس القامة. إذا سنتابع هذه الركنية بسرعة مرفوعة. مرة أخرى مشكل كبير، مشكل كبير. يعني أي لاعب لو لمسها لكان في الشباك. مرت على الجميع، هذه كانت تنقصها لمسة واحدة. شوف هنا مرة أخرى تنفذ الركنية ورغم وجود مناسبة كأساسي في مباريات دوري أبطال أفريقيا. هذه كرة الزامبية خطيرة. اخرج يا رابح، اخرج يا رابح. برافو. يقطع الكرة إلى رمية الركنية بالفعل لفائدة فريق زيسكو. تباطؤ نوعا ما من يوسف رابح الذي يتعذب كثيرا مع سرعة المهاجمين الزامبيين. شوف الإعادة المنورة وبعد ذلك تمر على مرتضى فال ويوسف رابح في التوقيت والمكان المناسبين. يقطع الكرة إلى الركنية أولى زامبيا. صاروا منذ بداية دوري المجموعات لا يغير في أسلوبه، نفس الأسلوب سواء داخل أرضية ميدانه أو حتى خارج الديار. يلعب بنفس الطريقة الهجومية. يلا يلا جول، يلا جول. غير معقول، غير معقول يا خضروف. هذه هدية لا ترد يا خضروف، هذه هدية لا ترد يا خضروف. خطأ في دفاع زيسكو يونايتد، مشات لي خضروف وجه لوجه مع حارس المرمى. لا يا خضروف، هذه في الشباك. لا يا رجل، هذه في الشباك. وأنت الذي أثنيت عليك كثيرا في مباراة لاساك ميموزا. هذه كرة في الشباك يا خضروف، هذه لا تضيع يا خضروف. قد نندم عليها كثيرا، قد نندم عليها كثيرا يا عبد العظيم يا خضروف. شوف هنا يمينية مرة كرة ضيعة. يلا يا أناجم يستخلص هذه الكرة ناحية شيسوم شيكاتارو. جول جول جول. الله عليك يا تشيسوم، رائع يا تشيسوم يا شيكاتارا. هذا هو الوداد الأحمر الودادي يعود في نتيجة المباراة بأروع ما يكون، من أجمل ما يكون. لقطة يتألق فيها النيجيري تشيسوم شيكاتارا. يا سلام عليك يا تشيسوم. شوف هنا المناورة والتسديد هنا في الركن الأيسر لمرمى جاكوب باندا. هذه لقطة نيجيرية تحمل الأفضلية للكتيبة الودادية. يا سلام، أعطينا المخرج المباراة، أعطينا الإعادة. هذه لجمالية اللقطة لمتعة العين. الله يا مرتضى، طلع كرة. برافو برافو. خطيرة هذه اللقطة، خطيرة هذه اللقطة. الوداديون المغاربة يضعون أيديهم على قلوبهم، ينتظرون ينتظرون يترقبون هذه الدقائق الأخيرة عما ستسفر عن السعيد ومن يقطع الكرة. مرت عالية، مرت بسلام. هذه الركنية بالفعل لنادي زيسكو يونايتد. فريق فعلا عقيد يرسل مباشرة وفابريس في الانتظار. فابريس يعمل ضاد، مشيت في وسط الميدان. الحداد يسدد. الله يا الحداد، الله يا الحداد. اروع لقطة يا الحداد، اروع تسديدة منك يا الحداد. يا سريع قوية وردة فعل صعبة من جانب الحارس جاكو باندا. يا سلام لو كان في المراقبة ويخرج عقيد للانقضاض على هذه الكرة. عقيد يرسل مباشرة وفابريس في الانتظار. فابريس يعمل ضاد، مشيت في وسط الميدان. الحداد يسدد. الله يا الحداد، الله يا الحداد. اروع لقطة يا الحداد، اروع تسديدة منك يا الحداد. يا سريع قوية وردة فعل صعبة من جانب الحارس جاكو باندا. يا سلام. يلا يا فابريس يمشي للحداد على الجهة اليسرى. يرفع عينه الحداد، يرفع عينه الحداد، يراوغها. يا سلام. حرام عليك، حرام عليك يا فابريس، حرام عليك يا فابريس. هذه كرة الخلاص، هذه كرة الأمان، هذه كرة الانتصار. تضيع يا فابريس ينكيسيا عندما فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني وتريحنا وتريح بال الوداديين والمغاربة قاطبة بعد طول المعاناة. الله يا الحداد، هنا لمسة جميلة والراسية من السفاح. لم يكن كذلك في هذه اللقطة. لم يكن محظوظ، لم يكن محظوظ فابريس.
زينا في الوقت المحتسب بدل الضايع، والوداد نعم ينهي المباراة. شكرا يا وداد، شكرا يا وداد على هذا الأداء البطولي. كنتم رجال، كنتم مقاومين، شرفتم الكرة المغربية. أحسن التشريف هنا بإجباركم على نعم إجباركم لزيسكو يونايتد على التعديل. 1-1، هدف يزن ذهب لتشيسوم شيكاتارا. يبقي الوداد في الصدارة. نعم أنا الأول وأحب المركز الأول، هكذا يقولها الوداد. الزعامة ودادية في انتظار نصف النهائي أمام الزمالك المصري. جايك الوداد يا الزمالك، جايك الوداد، قادمة إليك يا الزمالك في المربع الذهبي، ونحن نستمتع بهدف اللاعب تشيسوم شيكاتارا. نحب الوداد ونموتوا على درابو البلاد بالشعار.